يلا نشوي الفراخ النهاردة بتتبيلة خطيرة، ريحتها هتقلب البيت والفراخ هتبقى خطيرة ولا كلمة. يلا نشوف هنتبل الفراخ ازاي. توابل سهلة وبسيطة بس هتدينا طعم حكاية. وقبل ما ابدأ اتمنى تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. عندي هنا فرخة حجمها مش صغير قوي ومش كبيرة قوي، يعني حجم متوسط. بخلي بتاع الفراخ يفتحها لي كتاب، بقوله كده علشان هشويها. هو بيفتحها من ظهرها زي ما انتم شايفين، وانا بعمل فيها فتحات بالسكينة علشان التوابل او التتبيلة تتشرب فيها. هنا بقى هحضر التتبيلة بتاعتي: فصين ثوم، بصلاية متوسطة، وقرن فلفل. هنزل عليهم بالتوابل اللي انا كاتباها لكم دي، والملح طبعا حسب الرغبة. هنا عندي نص كوباية لبن رايب وعليها عصير ليمونة. تقدروا تستبدلوا اللبن الرايب بزبادي او حليب عليه معلقة خل وعصير الليمونة. وبس كده. انا بحط صوص باربيكيو، حطيت الملح بتاعي طبعا حسب الرغبة. بس كده، وهخلط كل المكونات بتاعتي وكده التتبيلة بتاعتي بقت جاهزة. هتبل بيها بقى الفراخ بتاعتي كويس جدا في التتبيلة دي، وهغطيها ببلاستيك وهحطها في التلاجة بقى ليلة كاملة او ساعتين قبل التسوية زي ما هتشوفوا كده. انا بقى بسوي الفرخة في درجة حرارة 200 لمدة ساعة. بحط يعني جزء من مية مغلية في الصينية وغطيها واسيبها بقى تستوي. ولما الاقيها استوت خالص بقى بشويها تحت الشواية، وبتبقى خطيرة زي ما انتم شايفين. اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. بالهنا والشفا مقدما للي هيجربها. قولوا لي رأيكم في الكومنتات. هنا الفرخة بعد ما طلعت مستوية ودايبة دوب. تقدروا تاكلوها بقى بالعيش مع تومية، او جنب سلطة وحبة رز، او سلطة وحبة مكرونة. بصراحة بتتاكل جنب اي حاجة او تتاكل لوحدها، خطيرة. بالهنا والشفا، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير.